هل تعلم أن الاستخدام المفرط للموبايل ممكن يكون سبب لصداع مزمن لحضرتك؟ كمان منورني النهارده استاذ دكتور ياسر علام، رئيس قسم جراحه العظام بكليه الطب بجامعه اسكندريه. منورني يا دكتور. تسلمي، شكرا جزيلا. في البدايه دكتور عايزين نتكلم عن صداع التوتر. يعني ليه مثلا انا ممكن احس بوجع في الرقبه او الكتف ومره واحده احس ان في ريفليكشن للوجع ده في راسي؟ ايه السبب؟ سؤال حضرتك سؤال مهم. الصداع ليه أسباب عديدة جدا وكتيرة جدا، ومنهم السبب الشائع دلوقتي هو الصداع التوتري، وده بيجي من نتيجة ان عضلات الرقبة والكتف بيتحطوا في توتر جامد لفترات طويلة. وده طبعا أكتر حاجة بنشاهدها دلوقتي في أولادنا وبناتنا نتيجة استخدامهم الكتير للموبايل، وانهم طول الوقت قاعدين واخدين الوضع ده. يعني دايما لما انا ماسكه التليفون مثلا بستخدم تليفوني كتير، بستخدم الايباد كتير، القعده دي هي ممكن ليتر اون تسبب لي صداع؟ تسبب لحضرتك صداع، وده معروف دلوقتي في كل الاوساط باسم التكست نيك. تكست نيك ان الولاد وهم قاعدين بيبعتوا الرسائل على الواتساب، فهم طول الوقت تانيين رقبتهم بمعدل هقول انا من 30 ل 40 درجه، وال30 ل 40 درجه دي بتعمل توتر جامد في العضلات اللي ماسكه الجمجمه واللي ماسكه الرقبه. ومع طول الاستخدام يوم في التاني، اسبوع في التاني، شهر في التاني، هتبص تلاقي بتحصل اصابه في العضله. ومن هنا تلاقي الاولاد بعد ما بيخلص السيشن بتاعه على الموبايل طول الوقت بيشتكي ممكن من صداع، ودول احنا بنشوفهم كتير جدا دلوقتي. الكلام ده مع الكبار وكمان مع الصغيرين والكبار كمان، زي حضرتك بتستخدمي موبايل كتير، بتستخدمي التاب كتير، تقعدي على الكمبيوتر ساعات طويله كمان يا دكتور، بتسوقي فترات طويله، كل ده بيعمل النوع ده من الاصابه في عضلات الرقبه. هل ده نوع من الشد العضلي؟ يعني نقدر نشخصه ان ده شد عضلي؟ نقدر نقول ان هو عليه شد عضلي مزمن نتيجه الاوضاع دي، وضع الموبايل، وضع الكمبيوتر، وضع السواقه. طيب عايزه بقى من حضرتك بروتوكول علاج او مجموعه نصائح كده عشان اتجنب، ولو هو اوريدي عندي الصداع المزمن اللي سببه شد عضلي ده اعالجه ازاي؟ احنا هنقول ان الوقايه خير من العلاج. ودلوقتي طبعا الشباب والشابات بيستخدموا موبايلاتهم كتير، مش بس في الشات، ممكن كمان في المذاكره، ممكن بيبص على حاجه معينه عايزها. فانا يعني نصيحتي ليهم، لرجل شغال في مجال العمود الفقري بقى لي اكتر من 25 سنه، ان لما يجي يبص على الموبايل يحاول يحتفظ بيه في وضعه افقي كده. اما يجي يبص على الكمبيوتر يحاول انه يرفع الكمبيوتر بحيث انه يكون في مستوى نظره، ما يوطلوش التوطيه دي كده. دي اول نصيحه ليهم. النصيحه الثانيه انه ما يقعدش فترات طويله ورا بعضها زي سعادتك كده، ما تقعديش مثلا ساعتين 3 ساعات، يعني مثلا هنقول ساعه وندي بريك، ندي كده يعني زي فتره راحه للرقبه، بنقدر فيها نحرك الرقبه في كل الاتجاهات، ونقدر بعد كده نقعد مره ثانيه. حاجات بسيطه كلها، بس ممكن انها يعني تبعد عننا مشكله كبيره زي دي. بسط العضلات، ناس كتير قوي بتلجأ له في موضوع احس بوجع، فبالتالي ألجأ لبسط العضلات على طول. ايوه. هل ده يعني ممكن بعد كده يأثر على الجسم او ليه خطوره على الجسم ان انا افضل ماشي عليه فتره ايا كان تركيزه، حتى لو تركيز قليل؟ حتى لو تركيز قليل. يعني احنا طبعا اي دواء مهما كان هو ليه زي ما ليه افكت ليه سايد افكت، زي ما ليه اثر ليه اثر جانبي. فحكايه ان استخدامنا العمال على بطال على الادويه، سواء اذا كنت حضرتك بقى بتستشيري حد او انت بتروحي تجيبيها من الصيدليه، فده يعني ده شيء خاطئ تماما. ان احنا بنحاول الاول ان احنا نتجنب المشكله اللي عندنا بحاجه بسيطه، مثلا ممكن كمادات ميه دافيه، ممكن ادهن دهان، ممكن اعمل شويه تمرينات للرقبه. لكن كل ما توجع لي رقبتي اخد باسط للعضلات، ده في الاخر هيأثر على الكبد والكلى، اكيد تأثير سلبي. دكتور ياسر، اتبسطت جدا باللقاء مع حضرتك. تسلمي يا رشا، انت اللي منوره، شكرا جزيلا. ودي كانت حلقتنا من برنامجكم على الديسك، كل ما يخص طب العظام مع افضل الخبراء.